امام كان طالب برضه من الاذاعه في حركه زي دي. كان في لجنه امتحانات، وبعدين اللجنه بتمتحن واحد في مقام من المقامات، فرئيس اللجنه قال جمله غلط، فالشيخ امام ما يسكتش، قال له لا 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 لا، مين اللي قال لك كده؟ فقالوا له اسكت يا عم الشيخ، ده رئيس اللجنه. قال له وكمان رئيس اللجنه؟ فقال له انت يا شيخ امام بتشرب حشيش؟ قال له ايوه بشرب حشيش. قال له طب لما تحب الجنه بطل تشرب حشيش. قال له مش هبطل اشرب حشيش ومش هاجي لك. ده كان موقفنا من الاعلام الرسمي، الشيخ امام الاول وانا بعديه. وبعدين جمال الموجي اخو سعد الموجي كان بيروح رز اليوسف للاستاذ ناجي كامل الرسام. فناجي صاحب حلمي امين، الراجل مدير الاذاعه بتاع مدير اداره الموسيقى ده اللي هو امين عبد الحميد ده، قال لحلمي امين انت مش عاجب المؤلفين يا سيدي، وراح عامل دسيسه. فحلمي زعل وكلم ناجي، فناجي قال لجمال الموجي انت بتشوف نجم؟ قال له اه. قال له طب ليه عمل كده؟ جه قال لي، قلت له لا انا لازم اروح اقابل حلمي عشان اقول له اللي حصل. من هنا بدات علاقتنا برز اليوسف، بالقصه بتاع رز اليوسف، محيي اللباد وعلاء الديب وحجاز الرسام وفؤاد قعود ومصطفى رمزي ويوسف صبري. ودي كانت نقله نوعيه بالنسبه لي، لان انا لقيت ايه، مثلا كنت بكتب عشق الصبايا ولا طول معايا وحاجات كده، فقريت في مره في صباح الخير قصيده صغيره كده لفؤاد قعود بيقول لو غيتك شهرتك اعمل لها طبال، صوت الكفوف على الدفوف يدوش لكن قتال، والشهرة مهرة حويطة تقلب المختال، تقزح وتجمح وترمح باللي راكبها، يا تجيبه للديل يا يجي فوق مناكبها، والحر لاجل الحقيقة يركب الأهوال. ده دي سكة جديدة استهوتني، عجبتني القصيدة دي قوي، وبدأت فكتبت على حزب وداد قلبي. يعني هو معنى عام كده ما فيهوش بقى الترهل في الحب والاستغاثه، واحبه مهما اشوف منه ومهما الناس قالت عنه كده يعني، واعزل جمالك فين من غير ذليل يهواك. لا الكلام ده ما خدش معايا عشان انا فلاح. فلقيت السكه بتاعت رز اليوسف دي وفؤاد قعود، بدانا نقله فعلا. الشيخ امام ولحنا لفؤاد قعود الشعر الحر لاول مره، دي اول تجربه خاضها الشيخ امام، لحن الشعر الحر لفؤاد قعود. كان له قصيده اسمها البياع، بيقول فيها لبان ذكر مجوهرات بكش، شخليله فليات وباغه للقميص، ونوجه يلي في متر الزوات، بناتكو سنيورات وبنت مقشفه، والعيشه في القصور خلافها في الكفور، ياكم ساري ياكم ساري يا نص عسكري، مسيح مع الغني وعلى الغلابه مفتري، سيبني ابيع لا تغضب السما، وواد رضيع ملوش لبن يضيع، في اول النهار في اخر النهار اعد غلتي وسد معدتي بلقمه لاجل تشبع العيال، وبكره ايه معرفش بكره ايه، 3 مشاط دسله مواسي يا بيه، شخليله فليات لبان ذكر مجوهرات بكش. المقطوعه الجميله دي لحنها الشيخ امام لحن بديع. وبعدين عمل له كمان حبيبتي بنت ارض، وعمل له بقى فؤاد قعود كانت قمه الشغل، هو امام العزيق، وهبت عمري للامل ولا جاشي. ويعني خدنا الشويه دول من 65 لغايه ما وصلنا للمحطه الرئيسيه اللي هي 67. يا ساكن أرض الأحلام احكي لي عليها وقول لي، أرض الأحلام أسكن وياك الله يخليك وصلني، المول هناك السينما هناك وكل الخدمات فورية، فنادق إيه ونادي إيه كل اللي هحتاجه حواليا، الخضرة جنان المية كمان والدنيا حلوت في عينيا، مفيش اتنين في دريملاند اللي عايشين عيشة هنية، يا ساكن أرض الأحلام احكي لي عليها وقول لي. انضم ل1000 أسرة بيتمتعوا بحياتهم،
متعة الحياة في دريم لاند. أنا عايز أكسب أكتر من جايزة، 100 جايزة في اليوم، وعشان أكسب أنا مش محتاجة غير رنة تليفون. دي جوايز لما عيوني شافتها اتمنتها، وفجأة لما كسبت لقيتها حقيقة مش أحلام. عرفتوني بإني بعشق، بس من النهاردة هتعرفوني بإني مسابقات عشان بحب جوائزها. وعلى فكرة في كل يوم 15 جايزة بين تلفزيونات وفيديوهات وكاميرات. ده لو اتصلتم ب 0900 99 95 أو من أي موبايل 23 48. أقول تاني 0900 99 95 أو 23 48 وهتعرفوا أنا قصدي إيه. وادي باب زويلة. لو انا خطيت خطوة في اتجاه باب زويلة هبقى ماشي في الجغرافيا ولا ماشي في التاريخ؟ 5 يونيو 1967 كنا ماشيين هنا انا والشيخ امام بعد ما اعلنت الخيبة الثقيلة وأصيب المصريين جميعا بالبكم وبالحيرة وبالضياع. احنا كنا قبل 67 قبل يونيو 67 كنا قاعدين بنقرا الكتاب العظيم بتاع الدكتور حسين فوزي سندباد مصري، وكلنا اتعاطفنا مع المملوك العظيم طومان باي، وحزننا انه مات واعتبرناه شهيد. لما جينا هنا انا والشيخ امام تذكرت الحكايه دي واحنا ماشيين. انا كنت طبعا انا عيني اللي بيشوف بيها وكنت اقول له على كل حاجه. جيت وقلت له احنا داخلين على بوابه المتولي يا مولانا. بوابه المتولي دي الاسم الشعبي لباب زويله، ورحنا واقفين تحت الحلقه دي اللي علقوا فيها طومان باي، وقلت له هنا اعدموا طومان باي شنقوه. قال لي الله يرحمه يا سيدي، ولو ان احنا اللي نستاهل الرحمه. كان لازم بكائيه، كان لازم ابكي، كان لازم اخرج من حاله اللامبالاه اللي انا كنت عايشها. كان لازم الجا لشعري سلاحي الوحيد، فكتبت بقى ناح النواح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة، والبقرة حلوب حاحة تحلب انطار حاحة، لكن مسلوب حاحة من أهل الدار حاحة، والدار بصحاب حاحة و11 دار حاحة، غير السراديب حاحة وجحور الديب حاحة، وبيبان الدار حاحة واقفين بالنهار حاحة، وفي يوم معلوم حاحة عملوها الروم حاحة، زقوا الترباس حاحة، هربوا الكراس حاحة، دخلوا السوادات حاحة، البقرة انقهرت حاحة، القهر انصهرت حاحة، وقعت في البير حاحة، سألوا النواطير حاحة. طب وقعت ليه؟
حاحة وقعت من الخوف، حاحة الخوف يجي ايه، حاحة من عدم الشوف، حاحة وقعت من الجوع ومن الراحة، البقرة السمراء المطاحة ناحت مواويل الرواحة على حاحة وعلى بقرة حاحة. المهم احنا خرجنا من تحت بوابة المتولي دي ومشينا في تحت الربع لغاية ما وصلنا شارع بورسعيد. انا بقول وامام بيلحن، عبال ما لفينا وطلعنا من جامع البنات على الازهر على الغورية على حوش ادم، دخلنا جوه حوش ادم كانت الغنوة خلصت كلام ولحن، وقعدنا طول الليل نغنيها. وكان معانا حوالي 50 شاب من بتوع منظمات الشباب، منهم اللي حصل له اغماء ومنهم اللي بكى. كانت حالة فعلا حالة جماعية من الحزن والانكسار والحيرة. انا بقول لك انا يعني نادر انك كنت تلاقي واحد مصري حقيقي يقدر يبص في وشه في المراية. احنا عايشين حلم تحرير فلسطين زي ما عملها صلاح الدين قبل كده، وعايشين حلم التصنيع التقيل، وعايشين حلم الوحدة العربية، وعايشين حلم الأمجاد، وبعدين ده كله وقع في 5 دقايق، وبعدين كذبوا علينا ما قالولناش ايه اللي حصل. فيعني والله أنا أرجو إن الفترة دي تتكتب كويس وتتعمل كويس، لأن محدش عارف يعملها. عموما البركة فيك يا مصر، بركة في العيال اللي ماشية في الشارع دي. شوف القاهرة القديمة كأنك ماشي في اللوفر، كأنك ماشي في وسط متحف. شوف الإمارات والجمال اللي كانت القاهرة فيه والهدوء. دي قاهرة إسماعيل اللي قال أنا هعملها قطعة من أوروبا، الخديوي إسماعيل أبو السباع والسباع باشا الجميل اللي عمل الأوبرا وفتح قناة السويس. والأوبرا اللي عملها كانت النسخة الثانية من أوبرا باريس. وبعدين بقى اللي حصل للأوبرا قلنا برضو في الحكاية دي حكاية السرقة والحرق. قلنا سريقة سرقوا المخزن، سريقة سرقوا المصنع، حريقة حرقوا المخزن، سرقوا القوت والنور والقدرة، حرقوا الأرض البور والخضرة. مين يا ولاد في الدنيا يصدق إن الراجل يحرق بيته علشان خايف قال البيت يصحى ويكشف سرقة زيته، اللي سرقها واللي حرقها بكرة صاحبها هيخرب بيته. دي كان عاملها الشيخ إمام سريقة